دكتور سيد هشام، كان هناك تقرير جاء من الجانب الإسرائيلي تحدثوا، هي كثير تقاريرهم التي تخرج حقيقة. أولا هم ينتظرون الضوء الأخضر من واشنطن لبدء القتال واستئناف المعركة مع إيران، ولكن في نقطة كانت لافتة بأنه قد يقوم الرئيس الأمريكي بضربات على الجانب الإيراني ومن ثم يتم إعلان الحرب. إذا فعلا هذا الأمر قام به الرئيس الأمريكي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، هل الضربات ستنهي أو ستدمر القدرات العسكرية، ولكنها لن تغير الفكرة الأساسية من الحرب على إيران؟ فما الذي ننتظره بعد أن نصل إلى هذه المرحلة من الجانب الإيراني من وجهة نظرك؟ يعني دعينا نؤكد أن الحروب العسكرية الأهداف الأساسية منها هي الوصول إلى حلول سياسية أو حل قضايا سياسية. فإذا اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية، وهنا يعني التقارير الإسرائيلية تشير أن الضربة ستكون أمريكية، قد يحدث ذلك، خاصة وأن الرئيس الأمريكي وضع الهدنة مفتوحة دون تحديد سقف زمني، وهذا يعطيه يعني مبدأ المفاجأة الذي يحبه الرئيس الأمريكي ترامب في توجيه الضربات العسكرية. ولو يحب يعني هو يستخدم مسألة التوقيتات في حالة يعني رغبته في الضغط على الخصم، لكن في حال الرغبة الحقيقية في توجيه ضربة عسكرية تكون مفاجأة. ولذلك هو لم يحدد سقف زمني للهدنة الجديدة التي تم الإعلان عنها، حتى يتيح لنفسه والقوات العسكرية الأمريكية المجال لأن يكون هناك ضربة مفاجئة إذا احتاج الأمر إلى ذلك. التأثير على إيران التقديرات ممكن تكون نهاية الأسبوع الجاي على فكرة، عند وصول يعني 6500 جندي إلى المنطقة. قد يحدث ذلك بالفعل مع وصول يعني بعد وصول الحاملة الثالثة ووصول القوات الأمريكية أو زيادة الحشد الأمريكي إلى المنطقة، قد يتم توجيه الضربة العسكرية. أعتقد أن هناك حاليا تحضيرات على أرض الواقع لهذه الاحتمالية، تشمل بكل تأكيد القيادات العسكرية للحرس الثوري في التوقيت الحالي، والقيادات المتشددة للحرس الثوري التي تقوض مسار التفاوض، خاصة وأن كما قلنا حرب عسكرية بعدها لابد من مسار سياسي. فبالتالي هناك طاولة تفاوض في كل الأحوال، حتى وإن كانت طاولة استسلام إيرانية، ولكن يجب أن يكون هناك طاولة تفاوض، لأنك كما قلت أن هناك أفكار معينة في الداخل الإيراني، سواء كان الصف الأول الثاني الثالث الرابع من الحرس الثوري، كلهم أو الغالبية العظمى منهم يحملون نفس الأفكار، ويجب أن تتغير هذه الأفكار أو يتغير أو يتفكك حتى الحرس الثوري. أعتقد الضربات ستركز بشكل كبير على القيادات الموجودة من الحرس الثوري، ستركز على ما تبقى من مراكز القيادة العسكرية للحرس الثوري الإيراني. مسألة الزوارق البحرية ومسألة السفن التي تقوم بزراعة الألغام في مضيق هرمز سيكون لها نصيب كبير في الضربات العسكرية الأمريكية إذا تم توجيهها بالفعل، خاصة وأنها تشكل يعني تهديدا مباشرا لحركة الملاحة الدولية. أي نعم هي ليست سهلة في عملية استهدافها، ولكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تضعها ضمن بنك أهدافها لإنهاء أمر مضيق هرمز. أعتقد أن هذه الضربة ستكون الهدف منها الأساسي هو القضاء على أوراق الضغط الإيرانية التي يعني تتلاعب بها منذ انطلاق هذه المواجهة، لإجبارها أيا ما كانت القيادة الموجودة على الجلوس على طاولة التفاوض، وأن يكون التفاوض دون أوراق رابحة في يد الطرف الإيراني، ويكون هناك يعني حالة من شبه الاستسلام الإيراني. وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تجهز لهذا الأمر، لأنها تعي جيدا يوما بعد الآخر أن مسار التفاوض يعني يتقلص بشكل كبير جدا. وحتى الرسائل الباكستانية ليست رسائل مبشرة بأن الطرف الإيراني يرغب في الجلوس على طاولة التفاوض في ظل هذا الحصار. أيضا نقطة سريعة، أن الحصار إذا استطاع بالفعل، الحصار إذا كان محكما بالفعل وتوقفت مضخات النفط الإيراني في جزيرة خارك، وأن إيران بالفعل لم تستطيع الالتفاف على هذا الحصار، هذا الأمر سيكون له تأثير كبير جدا على مسار التفاوض. وإذا كانت تستطيع بالفعل أو بالفعل تقوم بتهريب النفط بشكل أو بآخر وتلتف على هذا الحصار، أعتقد أنها لن تبالي لعملية التفاوض، وهنا ستكون الضربة الأمريكية قادمة لا محالة. طيب، شكرا جزيلا. كان معنا هشام البقلي الباحث المختص في الشأن الإيراني ومدير مركز القادة للدراسات، وأيضا من واشنطن الباحث في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عقيل عباس. أنا تهاني الجهني، أشكركم، في أمان الله.